السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنعمل زلابية طريقة ناجحة جدا. يعني الزلابية مقرمشة، يعني لو فضلت يومين تفضل زي ما هي. طريقة ناجحة جدا، هتعجبكم ان شاء الله لو جربتوها. اول حاجة نبدأ بسم الله صلى على رسول الله. هنا 3 كوبايات سكر، 3 كوبايات سكر عليهم 2.5 كوبايات مية. يعني الشربات بتاعت الزلابية لازم تكون تقيلة. يعني 3 كوبايات سكر يعني ياخدوا 2.5 كوبايات مية. بعد كده نضيف عليهم عصير نص ليمونة. ده طرف المعلقة ملح ليمون، ملح ليمون طرف المعلقة بس. بعد كده نسيبهم يعني يغلوا، نغطيهم اول ما يغلوا نغطيهم كده، يعني ياخدولهم من 10 دقايق ل15 دقيقة لحد يعني ايه، يعني ياخدوا 15 دقيقة على النار. يعني النار عالية مش نار هادية، نار عالية العين متوسطة، ياخدوا 15 دقيقة. يعني مثلا انتي لو هنا نعمل العجينة بتاعت الزلابية دي، كوباية مية دافية، مية دافية ما تكونش باردة. بعد كده نحط معلقة كبيرة خميرة، يعني هو اصلا الكيس معلقة، نحط الكيس كله. بعد كده نضيف معلقة صغيرة سكر، يعني السكر ما نزودش عن معلقة صغيرة، عشان لو السكر لو بيزيد في العجينة فالزلابية هتحمر منك بسرعة من غير ما تستوي، فلازم معلقة صغيرة. وبعد كده يعني ده ربع معلقة صغيرة ملح، ده ملح وربع معلقة صغيرة. يعني دي يعني سنة ملح ليمون، يعني سنة بسيطة في طرف المعلقة كده ملح ليمون. وبعد كده دي فانيليا، نحطه كيسين، نحطه كيسين على عجينة عشان العجينة يعني الزلابية كده تبقى ريحتها حلوة. بعد كده هنضيف 1 بيض، يعني هنا هضيف 1 بيض اختياري، يعني اللي عايزة اضيفها هضيفها، بس هي البيضة بتخلي ايه، بتخليك العجينة هشة، ما تبقاش كبسة، يعني تخليلك عجينة الزلابية مفرغة من جوه وتبقى هشة وخفيفة، ما تبقاش كبسة معاكي. بعد كده ده زيت، دول يعني 3 معالق زيت او 4 معالق زيت. يعني هي وحدة البيض، يعني جربي مرة هتعجبك. بعد كده اديه نص كوباية ده دقيق. هنا حطيت دي 2 كوبايات دقيق، يعني انا هضيف 3 كوبايات دقيق، دول 3 كوبايات دقيق. يعني المقدار اللي انا عاملاه ده مقدار 3 كوبايات من الدقيق، ودي نص كوباية نشا.
يعني النشا هنا نص كوباية او 3 معالق. يعني انت لو ما بتحبهاش مقرمشة او جو يعني عايزاها طرية، يبقى حطي معلقتين كبار بس نشا. تحبيها ناشفة شوية يبقى حطي 3 معالق على ايه، على 3 كوبايات. يعني كل كوباية دقيق بتاخد معلقة نشا. ونحطنا 3 كوبايات دقيق عليهم 3 معالق كبار نشا. بس بعد كده نعجن. يعني حطينا كوباية مية في الأول، وبعد كده دي ربع كوباية. يعني ربع الكوباية دي نعجن بيها على مراحل. يعني 3 كوبايات دقيق كوباية، خدوا كوباية وربع مية. ما تنسيش ان احنا ضايفين بيضة، وما تنسيش ان احنا ضايفين زيت، والبيضة والزيت سوايل برضو. فايه الكوباية وربع على 3 كوبايات دقيق هيظبطوا العجينة، لان احنا ضايفين واحدة بيضة وضايفين ايه، وضايفين 4 معالق زيت. فالطريقة دي ناجحة جدا والله، ممتازة. بس يعني اخر حاجة في المية كده، يعني خدت ايه كوباية وربع مية. بس يعني هيبقى قوامها كده، يبقى قوامها لا تقيل ولا خفيف، كده مظبوط. ممكن ان انتي لو مش ممكن تضيفي معلقة خل صغيرة. بس بعد كده نسيبها تخمر، يعني متاخدش 10 دقايق وتخمر. هنا بعد ما خمرت، يعني بعد ما خمرت نهبطها تاني. يعني بعد ما خمرت كده، بعد 10 دقايق هتكون خمرت، تعجنيها تاني، تهبط العجينة تاني عشان تخمر مرة تاني. يعني تخيلي الطريقة يعني تهبط العجينة وترجعي تاني تخليها ايه، تساعد على القرمشة بتاعة الزلابية. هنا بعد ما خمرت، هنا ده كيس يعني نحطه فيه العجينة. يعني كيس كده ونحطه في كوباية، بعد كده نحطه فيه العجينة. بعد كده يعني نقصه بالمقص كده الطرف يعني بسيط كده من قدام. بعد كده نسخن الزيت يكون سخن، يعني ما قطعش غير ما نعرف ان الزيت سخن. هنا مية، يعني ايدك مثلا كل تبليها في المية عشان ما تلسكش في العجينة. يعني مش كل مرة تبليها، يعني كل ما ايدك كده تتملي عجينة وتحسيها لسقت كده، تعملي ايه، تغسليها في الطبق كده، وبعدين تبدأ تقطعي تاني عشان ما تلسكش في ايدك العجينة. يعني على حسب ما انت عايزاها كبيرة صغيرة، يعني تاخديها من الكيس كده تطلعي الحتة حسب ما انت عايزاها كبيرة او صغيرة. يعني الطريقة دي اسهل طريقة في القطيع، يعني اسرع حاجة، اسرع من القطيع بالمعلقة. يعني دي اسرع طريقة ممكن تقطع بيها، سهلة سهلة، وفي نفس الوقت بتطلع لك الزلابية مدورة مظبوطة. يعني وانت عايزاها كبيرة على حسب ما تطلعيها، عايزاها كبيرة او صغيرة. بس هنا نقلب على طول،
يعني التقليب على طول عشان كلهم ياخدوا لون واحد. يعني لازم نقلب ورا بعض ورا بعض على لحد ما يطلع، عشان كلهم ياخدوا نفس اللون، عشان ما يبقاش واخد لون من ناحية وناحية لا. يعني هو لسه ده اللون فاتح. اللون ده لو انتي مثلا عايزة ترشي عليه سكر بودرة، لما يوصل للدرجة دي تطلعيه ترشي عليه سكر بودرة. لكن لما تحطيه في الشربات لازم يغمق شوية، يبقى الدرجة دي طلعيه تحطيه في الشربات. الدرجة اللي قبليها ممكن لو انتي بترشي عليه سكر، او ممكن برضو لو ترشي عليه سكر الدرجة دي بس هيبقى ناشف. ان لو طلعتيه الدرجة دي ورشيت عليه سكر بودرة هيبقى ناشف، لان في الشربات هو بيطرى. لما يكون في الشربات بيبقى مظبوط، لكن في السكر البودرة طلعيه اخف من كده لو ترشي عليه سكر يعني. بس انا السكر لما برد بيبقى تقيل كده. لازم الشربات بتاعت الزلابية تكون تقيلة عشان ما تشربش من جوه. لو كانت خفيفة من جوه هيشرب كتير سكر، هتلاقيها من جوه شاربة كتير ومليانة كده من جوه مش حلو طبعا. لازم يبقى تقيل عشان ما تشربش كمية كبيرة من جوه. نقطة تاني. يعني دي يعني طريقة سهلة جدا، طريقة ناجحة. يعني ده انا ما بغسلهاش في الطبق غير لما تلسك كده. لكن ممكن اعمل بيها كذا واحدة من غير ما اي مشاكل. يعني ممكن لو الفتحة بتاعت الكيس وانت بتقطعي الفتحة بتاعت الكيس وسعت تغيري الكيس. بس نفضل نقلب فيهم. اهم حاجة في التقليب على طول ورا بعض، عشان ما تبقاش حتة واخدة لون وحتة مش واخدة. لازم كلهم ان هما يبقوا نفس اللون كلهم زي بعض. لازم نقلب على طول ورا بعض. يعني هو الشربات يعني اهم حاجة نطلعها الزلابية تكون سخنة والشربات تكون باردة. يعني مينفعش الشربات تكون سخنة او دافية وتطلعي عليها، لازم تكون باردة. يعني انت لو مش عايزاها تشرب سكر كتير، ان انت تطلعيها بعد ما تقلبيها تطلعيها على طول. لو انت بتحبي السكر فيها تقيل كده سيبيها دقيقتين 3.
يعني العجينة ناجحة جدا، والزلابية مقرمشة. يعني لو فضلت معاكي تاني يوم هتلقيها على نفس زي ما هي مقرمشة كده. يعني الطريقة دي والله ممتازة جدا. هذه الكمية اللي عملناها. يا رب الفيديو يعجبكم. شكرا على المشاهدة.